طيب ألا توافق يعني سماحة الشيخ على أنك كما قال أيضا ننقل عنه الشيخ حسن نصر الله في إحدى كلماته بأنك تهين أو أهنت في الواقع حزب الله عندما قلت بأن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان كان نتيجة صفقة في الواقع بين حزب الله وإسرائيل؟ هل قلت هذا؟ التفاهم إذا رجعت إلى التفاهم ورجع أي إنسان إلى التفاهم يجد هناك نصا واضحا باحترام الحدود الإسرائيلية. أنا لم أتهم أحدا، أنا لم أشنع على أحد، أنا لم أهن أحد. الذي أهان المقاومة وأهان دماء الشهداء وأهان عزة الإسلام والمسلمين اللي دخل بتفاهم مع العدو الإسرائيلي، والموجود اليوم على الحدود يحمل سلاحا ليحمل العدو الإسرائيلي، ومن لا يصدق يذهب يحاول أن يقوم بعملية ضد العدو الإسرائيلي لنرى من يمنعه، من يدخله إلى السجن، من يعذبه، من ينتقل منه. ألا توافق على أن هناك معطيات لبنانية ربما تحبذ ألا تجري عمليات في مرحلة ما؟ ألا توافق على ذلك؟ وفي مصر معطيات لا تحبذ، وفي الأردن معطيات لا تحبذ، وفي العالم الإسلامي كما تعرف كله معطيات لا تحبذ. بل المعطيات اليوم في عالمنا أن نكون خدم للصهاينة وللأمريكان ونفتح لهم سفارات. ولكن هذه المعطيات هل نحن علينا أن نخضع لهذه المعطيات أو أن نتجاوزها؟ تقول عن حزب الله بأنه حامي للمستوطنات الإسرائيلية؟ هو اليوم كذلك. أنت تؤمن